تخيلوا عالم من غير جاذبية. في البداية ممكن الفكرة تبدو ممتعة زي اللي بيحس بيها رواد الفضاء في حالة انعدام الوزن، بس عدم وجود الجاذبية هيبقى ليه تأثيرات كبيرة جدا وهتغير حياتنا وهيكل الكون بشكل جذري. من غير الجاذبية أول حاجة هتحصل هتكون على الأرض نفسها. الجاذبية هي القوة اللي بتخلي كل حاجة متماسكة، من أصغر حبة رمل لأكبر كوكب. من غيرها الأرض مش هتقدر تحافظ على شكلها وهتتفتت لذرات تسبح في الفضاء من غير هدف. البحار والجبال وحتى الهواء اللي بنتنفسه هيتبعثر، والكوكب هيختفي زي ما نعرفه. البشر وكل الكائنات الحية مش هيقدروا يعيشوا في الحالة دي. الجاذبية ضرورية عشان نحافظ على الغلاف الجوي اللي بيوفر لنا الأكسجين وبيحمينا من إشعاعات الشمس الضارة. من غير الجاذبية الغلاف الجوي هيطير في الفضاء وهيسيبنا معرضين للفراغ الكوني وظروفه القاتلة. في الكون الأوسع عدم وجود الجاذبية هيعني إن النجوم والكواكب والمجرات مش هتقدر تتكون. الجاذبية هي القوة الأساسية اللي بتجمع الغازات والغبار عشان تتكون النجوم والأنظمة الكوكبية. من غيرها مش هيكون فيه نجوم توفر لنا الضوء والحرارة، ولا كواكب تحتضن الحياة، ولا مجرات تنظم الكون. الكون هيبقى مساحة مظلمة وباردة مليانة ذرات متفرقة. كمان على المستوى الشخصي أجسامنا متأقلمة على جاذبية الأرض. عضلاتنا وعظامنا بيعتمدوا على المقاومة اللي بتوفرها الجاذبية عشان يحافظوا على قوتهم ووظيفتهم. في بيئة من غير جاذبية هنواجه ضعف شديد في العضلات وهشاشة في العظام، وهنتعرض لمشاكل صحية كبيرة مع الوقت. في النهاية عالم من غير جاذبية هو مكان غير متخيل وغير قابل للعيش. الجاذبية هي اللاصق اللي بيلم الكون سوا وبيمكن تكوين النجوم والكواكب والحياة نفسها. عدم وجودها هيؤدي لانهيار كوكبنا وتبعثر غلافنا الجوي واستحالة وجود الحياة زي ما نعرفها. الفكرة دي رغم إنها قد تكون تجربة فكرية مثيرة، إلا إنها في النهاية بتأكد على الدور الأساسي والضروري للجاذبية في الكون وفي حياتنا اليومية.